أول أكلة مصرية أكلتها أول ما أجيت على مصر هي الكشري. وكتير ناس كانت تقلي إنه بالبيت أطيب، وما صدقتهم غير لما أنا طبختها بالبيت. أول شي حنجيب نوعين مكرونة، نوع صغير ونوع كبير. حنسلق أول النوع الصغير، وبعد ب5 دقايق حنحط السباكيتي، لأنه السباكيتي ما بتاخد وقت كتير. وبعدين حنجهز البصل، بدنا نبرش البصل برش جوانح ناعمة كتير، كل ما كانت ناعمة كل ما كانت حتقرمش أكتر. في عندكن هاي البراشة أو في هي أحسن. وبعدين حنحط اللون، معلقة من الطحين، معلقة كبيرة، ومعلقة كمان كبيرة من نشا الذرة، وحنقلبهم وننزلهم بزيت حامي، ونضل نحركهم. ديروا بالكم ما كتير بياخد وقت، وممكن يحترق منكم بسرعة. أول ما يصير لونه ذهبي غامق حنطلعهم، ونصير نفرقهم هيك مشان يضلوا عم يقرمشوا. وهلأ بطنجرة كبيرة حنحط ربع كوب من الزيت اللي قلينا فيه البصل، وحنحط نص كوب من الشعيرية، حنضل نحمرها لحد ما تاخد اللون يعني بينك أو ذهبي غامق شوي. بعدين حنحط كوبين من الرز المصري العادي منقوع لمدة شي ساعة، وحنضل نقلب فيه لحد ما نسمع صوته عم يخشخش. وهلأ مننزل على الرز نص كوب من العدس، أنا نقعته من قبل بليلة، مع معلقة كبيرة من الكمون، منشان يعني ما تتعبكم معدتكم أبدا. وحنضل نقلب كتير منيح. وهلأ بدنا نحط معلقتين كبار من الملح، على هاي الكمية بدها معلقتين كبار، ومعلقة صغيرة من الفلفل، ومعلقة كبيرة من الكمون، وكاسة مي مدوبة فيها مكعب ماجي. وبعدين بنجيب المي الغليانة وبنغمر الرزات مثل ما انتي شايفة هيك مخايل. وبهاي الطريقة بتحصلي على رز مفلفل وكتير ظريف. تمام. وهلا بقى بدنا نعمل الدقة. حنجيب زبدية كبيرة، حنحط فيها معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، وعصير ليمونة، ونص كوب من الخل الأبيض. حنقلبون ومندوق ومنظبط الملح على كيف ما بدنا. وبعدين زوديهم كوب من المي الدافية. وبعدين كان عندي شوية حمص بالفريزر سخنتهم. وهلأ أحلى خطوة، حنجيب طنجرة تانية حنحط فيها ربع كوب من الزيت اللي عملنا فيه البصل، ومعلقة كبيرة من الثوم حنشوحها هيك. بعدين معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة كمان حنشوحهم مع التومات لحد ما تطلع الريحة الفظيعة هاي. بعدين حنحط معلقة أو حطي أكتر من معلقة، أنا حطيت بعدين بس نسيت صورها، معلقتين من رب البندورة، وكاستين من عصير الطماطم. كتروا هالسلطة انه بتجنن. حنظبط الملح، وبعدين حنحط لها معلقة سكر منشان ما تحرقكم معدتكم. وهلا في خطوة كتير مهمة، المكرونة عملناها أول شي فبردت، وكمان لزقت على بعضها ولزقت بالطنجرة، ولما تيجي تسخنيها كمان ممكن تلزق على الطنجرة ويحترقوا شوي منها. لهيك أنا حطيت عليها شوي من زيت البصل وقلبتهم ففكت وسخنت معي وصارت منيحة. وهلأ صار وقت تظبيط الصحن الفظيع. حتحطي الرز، وبعدين المكرونة، وبعدين حطي شوية حمص، وكتري من الصلصة، وكتري من الدقة. غنية عن جد. وبعدين حطي هالبصل المقرمش. يا جماعة يعني شو بدي أقول، كشري. كشري بتجنن، لازم تجربوا طريقتي.